تسمعني يا طرزان؟ كبير. تسمعني؟ تقاسيم ده فاضي ولا الايامات ده مختفي كده؟ يا زول التقاسيم اللي منه يجي اسمها ناس مكوى وكفوة. لا اله الا الله، مكوى وكفوة غير اختر عوارض. الناس دي بدوها من البنغو لحد الايس. يا كبير الايس ده اضراره متصله بالدرجه. الايس ده بأثر في الكليتين وبأثر في الترقوة العظمى، وثم ثاني انا داير اديك حاجه بلحس الدماغ. لا اله الا الله. انت عارف يا كبير معناتنا مكوى وكفوة ديل خربوا الجيل الفات والجيل الحاضر وحيخربوا الجيل القادم. الله يستر للجيل القادم. يا كفوة يا انا ما كفوة يا انت مو انا مكوى يا اخي انت كفوة يا مكوى. هاي والله السيارة بتاعت امبارح دي سيارة شديدة شديدة شدة غريبة مرة. زول انت ما مشيت خليت علي وانت ذاتك لما خليت علي انت قال لك انا كملت يا اخي انت عارف انا دفنت هنا زول. يحفظك يا ولدي يا حمودي. حمودي حمودي ما شفت اخوك تقاسيم ده وين؟ لا ابوي تقاسيم ده له اسبوع ببرق من الصباح ما اعرفه قايم يجي. يا حمودي يا ولدي اخوك تقاسيم ده عايش في شارع غرب واصل الناس المبارين ده شكلهم كده مع ناس خير. انا شاك في الولد ده عارفه كويس. اوعك تزعل من اخوك ده وما تختلف مع امك ما كان. العمر قصير يا ولدي. العمر هي فعلا هي بيدينك لكن اوعك تختلف مع اخوك ده. انت ما عندك غيره في الدنيا ده غير اخوك يا ولدي. الدنيا دي ما دايما وانا احتمال تحت اي لحظة من اللحظات افارقكم. في زمن الدوح حقيقة داسي بقوم بالجول يا ودي يا تقاسيم
تقاسيم يا تقاسيم يا حاج. كنت وين انت يا ولدي؟ كنت وين؟ كنت في الشغل انا. كنت وين؟ في الشغل يا ولدي بس الدواء حقي ده قرب ينتهي وانت ليه ما جبت ليه؟ ما اداك الدواء اخوي حمودي ده؟ هنا اخوي حمودي ده انت ما عارف له يعني صغير يعني لسه ما بقدر يفرز بين الادويه ذاته بس الدواء بتاعي قرب يكمل قرب هذا البسيط وانت لسه ما جبت الدواء الجديد بجيبه بكره خلاص. انا اصلا عندي 5000 بكره اجيب لك بقى الدواء. عليك الله ما تنسى يا ولدي. خلاص تمام يا ابوي. هسه انا ماشي من ذاتي. الله يهديك يا ولدي الله يهديك يا ولدي. يا عادل يا ماكس كيف الحال؟ تمام والله ان شاء الله كويس يا الحمد لله. الحمد لله. عادل امبارح جيتك وان شاء الله وصل لك الكلام اللي قلته. قال له امبارح جيت لقيتني ما فيش. هاي فعلا والله، لكن عادل والله زعلان منك يا اخي. يا اخي يا اخي عادل انت تمرق كيف تخلي الحاج بالطريقه دي؟ والله يا ماكسي انا عارف، لكن كمان مشكله في الشغل كمان. انا لو كده عادل انا معاك ان الشغل واي حاجه ضغوطات حياه عادي، لكن برضه صحه ابوك بالمقابل زي ما انت قاعد تشقى في الشغل ابوك ده برضه اشقى له. انا ما عارف يا ماكسي، لكن كمان انا هعمل شيء، انا اشتغل ولا اخد من الحاج. لا يا عادل انا ما اعرف اقول لك شنو، لكن من الوالده ربنا يرحمها بتوفت مفترض تكون الركيزه بتاعت البيت. ان شاء الله انت ان شاء الله. على كل من الموضوع جيتك له امبارح حاجه فاطمه البياعي دي والله بنت طردنا يا مدرسه رسول دراسيه وكده، فيا ريت باذنك كده حاول ان شاء الله كده تساعدها. والله كمان يا ماكسي يعرف 5000 بس تعرف تجيب من حاجه الدواء والباقي يصرفوه بعد اليوم ده. اكيد بدي سهله يا عم خير، هو ذاته صحه الحاج فوقيه حاجه حمو هنا ف كده اقول بنتلاقى ان شاء الله. ان شاء الله يا اخي انا قبال ما اقدر اسالك حاجه. يا عادل يا اخي انا بالنسبه لك شنو؟ طيب يا اخوي اكثر من كده يا ماكس. يا اخي على قدر المحبه اللي بيني وبينك فيا ريت بس تخلي بالك على ابوك ده. تمام؟ الله يعافيك. يا تقاسم يا تقاسم تقاسم سلام حصل على شنو ان شاء الله خير بس. فوضى فراسك راتاتاتا فوضى جوا المدينة طفي النادي بالبنزينة الدنيا بتولع يا احرق وولع وخلي الحكومة تجينا احنا نجوم الليل والكلمة لينا في القلم تقي الحروف رزينة مسكت المايك في الدفاع فندايك في الهجوم بنجيب زي بنزيمة تاقي الحاجات انا الليلة انت ظبط لنا البداعة. اخباركم يا معلش على التاخير يا تقاسيم خبر تمام والله. ظابطه والله يا زولي. عليك الله اسمع كلامي نقشوا هذا نقشوا لي اسمع كلامي يا مان، الليل الامور دي ما حواضه يا قال انت تدير وير يا زول. كيف يا مكو مالو؟ لا انت تدير وير ناقص يا الجور عادي لا يجور علي بسيطة مرة. حاجه فاطمه البياعي دي والله بنت طردنا من مدرسه رسوم دراسيه وكده، فيا ريت باذنك كده حاول ان شاء الله كده نساعدها بقى. بس الدواء بتاعي قرب يكمل قرب هذا البسيط وانت لسه ما جبت الدواء الجديد. بجيبه بكره خلاص. انا اصلا عندي 5000 بكره اجيب لك بقى الدواء. عليك الله ما تنسى يا ولدي لانه قرب. انا ماشي. اسمع كلامي؟ معك سلام كم؟ ما انت عندك كم؟ والله يا مان عندي 5000. لا حنين اجيب ال 5000 دي. اسمع 5000 حنينه؟ 5000 حنينه شروقة؟ العمل والنقة والناس اللي بتفك برول السجار انت كده؟ لا لا خليها عندك انا بستلمها منك. 5000 حنينه مش؟ حنينة وش في دي؟ اخي الصغير يا حليم اكسر حنك وعليك الله اكسر حنك يا زلمه يعني. اسمع كلامي انت اربط لنا السيارة دي عشان نتحرك بقى. هاي
كيف انا اشيل الصغير يا حسير حرام يلي اربط من الجيران يا من الجيران نعبر كل يوم ونكافح وندور في فرصة صابر متحمل وشاقي وقرصان شابينا مع شرف بالمرسى أرسى وصف في دارنا مدرسة فعينه بالخونة يا هذا شنو يا الزول ده من قبيل بيتصل يا عقر الدلاوي يا على الله صغيرة في الصغير يا ما شو داير شنو يا هذا بعد الو يا قاسم ابوي ده مات خلانا خلانا كيف يعني؟ ابوي ده مات ابوي انا مات؟ ابوي محمود ابوي ماله ماكس ابوي ماله يا ماكس ابوي ماله ابوك قاعد ياسين ابوك قاعد ما هذا الاول وريتك انا كلمت معك قلت لك مدلك مع الشباب دي يا هذا شنو يا الزول ده من قبيل بيتصل يا عقر الدلاوي يا عليك الله يا الدلاوي شو داير شنو يا زول يا عليك الله وريتك قلت لك مدلك معك السهل من اللي ابوك فات ابوك الليله فات ابوي ما فات فاتحة يا ولدي الدنيا دي ما دايمة وانا احتمال تحت اي لحظة من اللحظات كفارق الله يهديك بس الله يهديك يا ولدي